العمال الكردستاني بككا يقف وراء الحرائق التي التهمت أسواق دهوك وأربيل وكركوك. أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على عدد من المجرمين المتورطين بافتعال الحرائق التي شهدتها مدن إقليم كردستان مؤخرا، قائلة إن هذه الأسواق تم إحراقها من قبل عناصر بككا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي ببغداد يوم الاثنين: تم إلقاء القبض على المتورطين بالحرائق التي حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وذلك خلال عملية نوعية، كاشفا أن المتورطين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني بككا. وأكد أنه تم إلقاء القبض على 3 متهمين متورطين، أحدهم موظف في قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني، والآخر ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب بمدينة سليمانية التابعة للاتحاد أيضا. وأضاف: تم تجنيده من قبل بككا في سوريا وتركيا، وتلقوا دورات تدريبية في قنديل والسليمانية. وأشار المتحدث باسم الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري إلى تلك الحرائق قائلا: وقعت الحرائق في أواخر عام 23 وبداية 24 في مدن كركوك وأربيل ودهوك، وكانت هناك دلائل على وقوف شبكات محظورة وخطيرة وراءها. وعرضت الداخلية الاتحادية خلال المؤتمر 3 سجناء يرتدون بدلات صفراء، أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة. وقال المتحدث: المتهمون الموجودون أمامكم تابعون لشبكة محظورة خطيرة هي بككا. أسماء 2 من المجرمين المتورطين: أولا هنا فخر الدين أحمد، مسؤول الأنشطة الإرهابية في بككا في كردستان، موظف في قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني. ثانيا محمد نجاة حسن، ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب في سليمانية، تدرب على يد بككا. وتابع المتحدث باسم الوزارة: عملية إلقاء القبض تمت بتنسيق عالي المستوى، حيث تم القبض على متهمين 2 في محافظة كركوك ومتهم آخر في محافظة ديالى. وفي التفاصيل يروي العميد ميري أنه بعد حصول الحرائق في كركوك ودهوك وأربيل تم تشكيل فريق عمل بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري. وقال: الحرائق كانت تجري بطريقة يصعب كشفها من خلال وضع عجينة بعلب حلويات لا تشتعل بشكل مباشر، إنما بعد ساعات. ولفت إلى أن فريق العمل توصل إلى خيوط الجريمة، وبعملية نوعية ألقي القبض على المتورطين، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف، كما تم ضبط مواد كيميائية بحوزتهم تستخدم في حرق الأسواق والمولات. وطبقا لاعترافات المتورطين كانوا يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، كما كانوا يخططون لاستهداف خط نقل النفط جيهان. الناطق باسم الداخلية الاتحادية أضاف بأن عناصر الحزب كانوا يخططون لاستهداف الأسواق في مدينة صدر وشورجة ومناطق أخرى ببغداد، وأيضا استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل. بالصدد كشف مدير عام وزارة الداخلية في إقليم كردستان هيمن ميراني خلال المؤتمر الصحفي نفسه أن الهدف من الحرائق هو ضرب اقتصاد الناس وقوتهم وإغضابهم على الحكومة. وأضاف هيمن ميراني: الكوادر المسؤولة عن الأحداث كانت مجندة من قبل بككا في سوريا وتركيا، وتلقت دورات تدريبية في قنديل وكفر وسنغسر، وكان هدفهم زعزعة أمن واستقرار كردستان والعراق، وكانت لديهم خطط خطيرة للغاية لتوجيه ضربة قاتلة للاقتصاد الكردستاني. بدأت حوادث الحريق في أسواق إقليم كردستان في 10 تشرين الأول عام 23، واندلع أول حريق في سوق تركمان في كركوك، تلاه حريق سوق لينكا البالة في العاصمة أربيل في شباط العام الجاري 24، لتحرق شرارتها سوق جالي البالة في مدينة دهوك، وهي من أشهر أسواق المحافظة وأكثرها ازدحاما. سلسلة الحرائق هذه في مختلف مدن كردستان أثارت العديد من الشبهات والشكوك. فبداية ارتبطت خيوط الجريمة بتنظيم يدعى تنظيم العهد الوطني، ولكن بعد ذلك تبين أن العمال الكردستاني بككا هو الفاعل والمرتكب الرئيسي لهذه الجرائم القذرة الدنيئة.